السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبطال الصف الثاني الثانوي. أهلا بكم يا شباب. بإذن الله هنراجع مادة الرياضة الترم ده على 3 أجزاء. أول جزء هو جزء الشرح، تاني جزء هو جزء الحل، تالت جزء هو جزء ليالي الامتحان. بإذن الله هنبتدي النهاردة بجزء الشرح، وهنمسك فرع حساب المثلثات هنشرحه من الأول للآخر. الفيديو ده مهم جدا جدا ليك لو أنت طالب واقع منك أجزاء، طالب مذاكر والدنيا معاك تمام بس عايز تفتكر حساب المثلثات كده. تالت حاجة لو انت طالب اصلا ما تعرفش حاجة عن حساب المثلثات. تعالى كده نبتدي بسم الله، صلى على رسول الله. تعالى كده نشوف حساب المثلثات مكون عندي من كام درس. حساب المثلثات مكون عندي من 3 دروس. اول درس وهو درس جيب الزاوية وهو الجا. تاني درس جيب تمام الزاوية وهو الجتا. تالت درس حل المثلث، والدرس ده جامع ما بين المثلثين اللي هو الجا والجتا، وهنشوف القصه دي ماشيه ازاي. اول حاجه كده عايزك تاخد بالك معايا فيها قبل ما نبتدي في حساب المثلثات يا صديقي، ان انا لو معايا مثلث اسمه ا ب ج، فقال لك شفت الزاويه ا؟ قال لك اه شفتها. طب شفت الضلع اللي في وشها اللي هو اسمه ب ج ده؟ قال لك اه. فالضلع ده هنسميه اسم جديد ا شرطه. ا شرطه يعني الضلع اللي في وش الزاويه ا. تمام. طب شفت الزاويه اللي اسمها ج؟ ايوه، الضلع اللي في وش الزاويه ج اسمه ج شرطه. طب شفت الزاويه اللي اسمها ب؟ قال لك ايوه، فالضلع اللي في وش الزاويه ب اسمه ب شرطه. ممكن نجيبها بطريقه تانية. لو انا معايا المثلث ا ب ج، فانا دلوقتي الضلع ده اسمه ا ب، فالحرف الناقص ج، فقال لك خلاص انا هسمي الضلع ده ج شرطه. الضلع ده اسمه ا ج، الحرف الناقص ب، فقال لك خلاص انا هسميه ب شرطه. الضلع ده اسمه ب ج، فالحرف الناقص ا، قال لك خلاص هسميه ا شرطه. نفس الكلام لو عملت لك مثلث تاني، بس المره دي سميت لك المثلث س ص ع. تمام. قال لك الضلع ده اسمه ص ع، الحرف الناقص س يعني س شرطه. برضو بمعنى تاني س شرطه هو الضلع اللي في وش الزاويه س، وهكذا س ص الحرف الناقص ع يبقى اسمه ع شرطه. وبرضو بمعنى تاني ع شرطه يعني الضلع اللي في وش الزاويه ع. تمام. قال لك شفت الزاويه صاد؟ ايوه، الضلع اللي في وشها اسمه صاد شرط. ممكن اجيبها برضو بمعنى تاني، معايا س ع فالحرف الناقص صاد يبقى اسمه صاد شرطه. تمام. تعالى كده نبتدي باول درس وهو درس قانون الجيب اللي هو يعني الجا. تمام. اولا كده يا شباب، قانون الجا انا امتى بستخدمه؟ يعني امتى بستخدم قانون جيب الزاويه؟ قال لك يا جماعه اول حاله لو معاك زاويتين وضلع. لو معاك كام حاجه؟ زاويتين وضلع. يبقى لو معايا زاويتين وضلع هستخدم قانون الجا. تمام. او لو معاك ضلع والزاويه المقابله ليه، يعني معنى انا معايا الالف شرطه، فالضلع او الزاويه اللي في وشها اسمها زاويه الف. معايا ب شرطه، فالزاويه اللي في وشها اسمها زاويه ب، وهكذا. فاول يبقى معايا ضلع وزاويه في وشه يبقى ساعتها هستخدم قانون ايه يا جماعه؟ قانون الجا. او لو معايا زاويتين ومعايا ضلع فهستخدم برضو قانون ايه يا جماعه؟ الجا. اتكلم باسلوب احسن من كده يا صديقي. ماشي، ده في العموم يعني عشان اسلوبكم بقى جميل جدا يعني. تمام. ده اللي احنا كنا لسه بنشرحه من شويه. قال لك ايه هو قانون الجا؟ قال لك هو تناسب ما بين الاضلاع والزوايا اللي في وش الاضلاع دي. يعني ايه؟ قال لك ده اسمه الف شرطه ولسه متفقين على كده. فالف شرطه لو قسمته على الزاويه اللي في وشه اللي هو جا الف، فالف شرطه على جا الف قال لك بيساوي ب شرطه على جا ب، قال لك بيساوي ج شرطه على جا ج. فده يا جماعه قانون الجيب لحد دلوقتي. الف شرطه على جا الف هيساوي ب شرطه على جا ب هيساوي ج شرطه على جا ج. قال لك هيساوي. في معلومه كده خدناها في ثالثه اعدادي، قال لك في التناسب يعني ايه تناسب؟ يعني نسبه بتساوي نسبه بتساوي نسبه. قال لك لو عملت اللي فوق عملته تحت فالنسب هتفضل متساويه. بمعنى لو انا جيت قلت لك انا هجمع اللي فوق ده كله مع بعضه، فالف شرطه زائد ب شرطه زائد ج شرطه، ده جمعت اللي فوق. طالما جمعت اللي فوق يبقى لازم اجمع اللي تحت. فقال لك هجمع جا الف زائد جا ب زائد جا ج، المنظر اللي انت شايفه تحت كده، فالنسبه هتفضل متساويه. طب يا مستر الف شرطه زائد ب شرطه زائد ج شرطه يعني الثلاث اضلاع بتوع المثلث يعني محيط المثلث. فبالتالي القانون بقى بالمنظر ده، الف شرط على جا الف هيساوي ب شرط على جا ب هيساوي ج شرط على جا ج هيساوي المحيط. يعني جمعت اللي فوق يبقى لازم اجمع اللي تحت على مجموع الجهات، يعني جا الف زائد جا ب زائد جا ج. قال لك تمام. طب لو المثلث ده انا رسمت حواليه دايره بحيث ان رؤوس المثلث كانت على الدايره،
فبالتالي يا جماعه انا عارف ان الدايره ليها مركز، المركز اللي هو في النص ده، فلو وصلت كده هيبقى معايا نصف قطر. فقال لك خلي بالك ان النسب دي كلها هتساوي 2 من نصف القطر، 2 من نصف القطر يعني طول القطر. فبيقول لك ان الكلام ده كله بيساوي 2 نق. فبالتالي منظر القانون بقى عباره عن ايه؟ ا شرط على ج ا هيساوي ب شرط على ج ب هيساوي ج شرط على ج ج هيساوي المحيط، يعني جماعه اللي فوق، يبقى اقول له على مجموع الجهات. كل ده بيساوي 2 نق. الله ينور عليك. تمام. تعالى كده نبتدي مع بعضينا في اول مثال ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. بيقول لي في المثلث اللي اسمه ا ب ج، ماله بقى؟ قال لك ان قياس زاويه ا ب 30 وج شرطه ب 15 جذر 3 وقياس زاويه ج ب 60. قال لك انا عايز الالف شرطه بكام؟ نصيحتي يا صديقي ان انت في اي مثال روح اكتب القانون، فاروح اقول له ا شرطه على ج ا هيساوي ب شرطه على ج ب هيساوي ج شرطه على ج ج. ما تكملش القانون، واحده واحده. ده اللي انا محتاجه لحد دلوقتي. هقول لك ثانيه، انت عايز الالف شرطه، ايوه، يبقى الف شرطه على ج ا. الالف بكام؟ ب 30، يبقى على ج 30. هقول له بيساوي ب شرطه على ج ب، ولا معاك ب شرطه ولا عايزها، ولا معاك زاويه ب ولا عايزها، فالنسبه دي ما تلزمنيش. هقول له بيساوي ج شرطه، هو قال لك ج شرطه بكام؟ 15 جذر 3، ايوه، على ج ج. هو زاويه ج بكام؟ ب 60، يبقى على ج 60. حلو قوي الكلام ده يا مستر. طب لو انا عايز الالف شرطه اعمل ابو عينين على ابو عين واحده، يعني اقدر اقول له ان الف شرطه هتساوي ابو عينين يا شباب يعني 15 جذر 3 في ج 30، 15 جذر 3 في ج 30 على ابو عين واحده يعني على ج 60. حلو، همسك الاله بتاعتي واعمل الكلام ده على الاله. هقول له 15 جذر 3 في ج 30 حلو على ج 60. تمام. الكلام ده كله بيساوي كام؟ قال لي بيساوي 15، يعني اقدر اقول له ان الالف شرطه ده هيساوي 15، فاقدر اقول له ان الالف شرطه ده بيساوي كام يا جماعه؟ 15. اعذرونا على اي لخبطه في الكلام عشان احنا ميتين والله. ربنا يكون في عوننا، ده لنا والله يا شباب. كده يا جماعه اول سؤال. تعال نخش على تاني سؤال. بيقول لك انا عايز اعرف الالف ب تقريبا بيساوي كام في الشكل المقابل اللي هو مديهوني. تمام. خلي بالك احنا قلنا معلومه مهمه قوي، ان الضلع على جا الزاويه اللي في وشه بيساوي الضلع على جا الزاويه اللي في وشه، وهكذا بيساوي الضلع على جا الزاويه اللي في وشه. ده قانون الجيب الزاويه اللي هو الف شرط على جا الف وهكذا. تمام. هو عايز الف ب، فانا هروح اقول له الف ب على جا الزاويه اللي في وشه اللي هو جا 40 هيساوي، اكيد هستفيد بالضلع اللي اسمه 12 ده على جا الزاويه اللي في وشه، فانا محتاج الزاويه اللي اسمها الف. انا عارف يا جماعه ان اي مثلث مجموع الثلاث زوايا ب 180، فاقول له لو عايز قياس الزاويه اللي اسمها الف هقول له عباره عن 180 هنقص منها يا شباب الزاويتين دول مع بعض اللي هو 35 زائد 40. تمام. 35 زائد 40 يعني 75، ف 180 ناقص 75 هيديني 105. حلو، يعني قياس زاويه الف دي ب 105، فهقول له ال 12 مقسومه على جا 105. بس من خلال النسبه دي او من خلال التناسب ده اقدر اجيب الف ب عن طريق ابو عينين على ابو عين واحده. فاقدر اقول له ان الالف ب هيساوي يا شباب 12 جا 40، يبقى 12 في جا 40 على ابو عين واحده اللي هو جا 105. فهجيب الاله بتاعتي، امسك الاله كده هقول له 12 في جا 40 على جا 105 وادوس يساوي كده. طلع معايا 7 علامه 9 8، 7 علامه 9 8. حلو، يعني تقريبا السبعة علامه 9 يعني 7 و9 من 10 تقريبا 8. فاقدر اقول له ان الالف ب يا جماعه ده تقريبا هيساوي 8 وهو الاختيار ب. حلو الكلام ده يا مستر. تعالى كده نراجع على حاجتين معظمنا عارفينهم اكيد يعني مش للدرجه دي. محيط الدايره، ياه رجعتنا لايام جميله يا مستر، ايام كانت الدنيا فيها لذيذه بدل العك اللي احنا شايفينه ده. يلا اهي دنيا، هنعمل ايه يعني؟ محيط الدايره، قال لك محيط الدايره 2 باي نق. محيط الدايره 2 باي نق. طب مساحه الدايره باي نق تربيع. حلو، يعني عشان اجيب محيط الدايره ومساحه الدايره لازما يبقى معايا نق. لازما يبقى معايا ايه يا جماعه؟ نق. فلما اجي اقول لك انا عايز محيط الدايره او مساحه الدايره هتقول لي فين النق يا مستر؟ طب لو مش معايا هتجيبها ازاي؟ اكيد عن طريق القانون بتاع جيب الزاويه، لانه هيدخل النق مع جيب الزاويه زي ما احنا شفنا.
فاكرين ألف شرط على جا ألف بيساوي ب شرط على جا ب بيساوي ج شرط على جا ج هيساوي المحيط، يعني جمعت فوق يبقى على مجموع الجهات اللي هو جا ألف زائد جا ب زائد جا ج، كل ده بيساوي 2 نق لو فاكر. حلو. فتعالى كده نخش على المثال ده. بيقول لي في المثلث اللي اسمه أ ب ج لو معايا ان زاويه أ ب 45 درجه وطول نصف قطر الدائره المره برؤوس المثلث تساوي 6. يعني يا جماعه قياس زاويه أ ب 45 ونصف القطر اللي هو نق بكام يا شباب؟ ب6. انت عايز مني ايه؟ قال لي انا عايز الالف شرطه. حلو. ما انا عارف ان الف شرطه على جا الف هيساوي ب شرط على جا ب هيساوي ج شرط على جا ج هيساوي المحيط على جمع الجهات هيساوي 2 نق. مش معنى يا مستر كتبت دي؟ لان هو مديني النق، يا خليك ذكي. فبالتالي لو انا عايز الالف شرطه هقول له على جا الف ب 45 يعني على جا 45 كل ده بيساوي 2 نق. هي النق ب6 ف2 في 6 بكام يا معلم؟ ب12. لو عندي نسبه تساوي رقم، لو عايز اللي فوق اضرب اللي تحت في اللي فوق، يعني اقدر اقول له الف شرطه هتساوي 12 جا 45 واجيب الاله. اوفى حد ده بالنسبه لك الاله ده عمره ما هيخونك. تعالى نروح الناحيه الثانيه يا صديقي. هقول له ايه؟ الف شرطه عباره عن 12 في جا 45 بيساوي كام؟ 6 جذر 2. ايوه، يعني الف شرطه هتساوي 6 جذر 2. كلام جميل. هو فين الف شرطه ايه بتساوي 6 جذر 2؟ وهو الاختيار ب. تمام تمام تمام. تعال نخش على المثال اللي بعديه. بص يا مستر، انا الامثله دي بتجنن منها حبيبي. واحده واحده. هو بيقول لك ايه في المثلث اللي اسمه س ص ع؟ اذا كان 5 س شرطه على ج س بيساوي 20. مش احنا لسه قايلين س شرطه على ج س هيساوي ص شرطه على ج ص هيساوي ع شرطه على ج ع هيساوي المحيط على مجموع الجهات هيساوي 2 نق. فهو بيقول لك ان 5 س شرطه على ج س هيساوي 20. فانا ممكن اعمل حركه رايقه قوي. ايه هي؟ الخمسه دي انا مش عايزها، لان انا في القانون ما عنديش ارقام جنب الاضلاع ولا الجهات يعني. فبالتالي الخمسه دي انا عايز اقسم عليها. ليه؟ عشان اطيرها. 5 هتطير مع الخمسه، بس طالما قسمت على الخمسه هنا اقسم على الخمسه هنا. فبالتالي يا جماعه هقدر اقول له ان س شرطه على ج س هيساوي 20 على الخمسه فيها الاربعه. حلو قوي الكلام ده. يلا انا مش لسه قايل لك ان س شرط على ج س هيساوي ص شرط على ج ص هيساوي الباقي، يعني هيساوي في الاخر 2 نق. يعني اقدر اقول له ان ده كده 2 نق. يعني 2 نق بتساوي 4. ما هو س شرط على ج س بيساوي 2 نق، يعني ال 2 نق دي ب4. النق الواحده على الاثنين على الاثنين، يعني النق الواحده هتساوي 4 على الاثنين فيها الاثنين. مش معنى قفشت في النق. كمل كده السؤال. قال لك انا عايز مساحه الدايره، وانا لسه قايل لك عشان اجيب مساحه الدايره او محيط الدايره لازم يبقى معايا نصف القطر. فمساحه الدائره يا صديقي هتساوي باي نق تربيع. تمام، يبقى باي في النق تربيع يعني الاثنين تربيع. 2 تربيع بكام يا شباب؟ 4. يعني 2 في 2 ب4. فالناتج معايا باي في 4 ب4 باي. 4 باي. تعال نجيب الاله كده. 4 باي دي يعني كام يا مستر؟ 4 في باي اللي هي شيفت دي ب 4 باي اس دي 12 علامه 5 6. 12 علامه 5 6. ايوه اللي هو بكام يعني من هنا؟ يا جماعه هو مديها لك بجذور. يعني لو جيت مثلا جربت 9 جذر 3 9 جذر 3 لا 15 يا مستر. طب 18 جذر 3 يلا كام؟ 18 31 ما نفعتش. يبقى يا مستر المفروض يعني ان مساحه الدايره هتبقى عباره عن 12 علامه 56. طب فين الرقم ده؟ المفروض الرقم ده معايا في 12 علامه 56 مش موجوده يا مستر. طب راجع كده. س شرط على ج س على 5 على 5 20 على 5 فيها كام؟ الاربعه. ماشي، يبقى الاثنين نق ب4 يبقى النق ب2 زي الفل. فمعايا النق هو عايز مساحه الدايره باي نق تربيع، يعني باي في الاثنين تربيع 4. باي في 4 ب4 باي. 4 باي يا شباب المفروض يعني ب 12 علامه 56. فالاختيارات دي غلط. يعني الناتج معايا يا جماعه 4 باي من الاخر. هو اصلا في الاسئله اللي شبه كده بيجيب لك الباي كمعطى في الاختيارات، يعني عشان ما تعملش ارقام عشريه وتقرف نفسك وتقرف اللي جابوهم. فبالتالي يعني الاجابه 4 باي. تعالى يا صديقي كده نخش على قانون محيط المثلث. جماعه محيط اي حاجه اجمع الاضلاع. محيط اي حاجه اجمع الاضلاع. فانا لو معايا المثلث اسمه أ ب ج، فلو جمعت أ شرطه زائد ب شرطه زائد ج شرطه لسه قايلين ان هو محيط المثلث.
تمام. قال لك طب مساحه المثلث، احنا عارفين يا مستر مساحه المثلث، انت بتقول لنا ايه؟ مساحه المثلث نص طول القاعده في الارتفاع. هقول لك جميل، ده قانون من ضمن القوانين، لكن في قانون اهم خدناه في اولى ثانوي، ده محتاجينه قوي يا جماعه، ان انا لو معايا المثلث اسمه ا ب ج، فبالتالي يا شباب الضلع ده اسمه ج شرطه، ده اسمه ب شرطه، ده اسمه ا شرطه. حلو. فجي بيقول لك انا حافظ قانون تاني لمساحه المثلث، عباره عن ان مساحه المثلث هتساوي نص في طول الضلع الاولاني في طول الضلع الثاني في جا الزاويه اللي ما بين الضلعين اللي هي اسمها جا ج، او مساحه المثلث هتساوي نص في طول الضلع الاولاني اللي اسمه ج شرطه في طول الضلع الثاني اللي اسمه ا شرطه في جا الزاويه اللي ما بين الضلعين اللي هي ب، او ممكن اقول له مساحه المثلث هتساوي، لو جيت قلت لك يا جماعه نص ا شرطه ب شرطه، يبقى جا الزاويه اللي ما بين الضلعين ده اسمه ا شرطه وب شرطه، فالحرف الناقص ج، فالزاويه ما بين الضلعين ج يا جماعه، يبقى نص ا شرطه ب شرطه جا ج. تعالى نتاكد، ا شرطه ب شرطه جا ج. يا مستر ده انت لسه قايلها هنا، ماشي بس انا جبتها لك بطريقه ثانيه، فاهم قصدي؟ فيا جماعه لو معايا ا شرطه ب شرطه يبقى الحرف الناقص ج، يبقى الزاويه اللي ما بينهم اسمها ج، فانا عايزك تتعلم الحركه دي. فمساحه المثلث نص في طول الضلع الاولاني في طول الضلع الثاني في جا الزاويه اللي ما بين الضلعين. ده قانون يا جماعه خدناه في اولى ثانوي، عايزك تكون فاكره يعني عشان هنحتاجه، لانه هيبتدي يدخل القانون ده في الدرس بتاع النهارده. تمام. فبيقول لك في المثلث اللي معايا اسمه ا ب ج، اذا كان ا شرطه ب4 زي الفل، وب شرطه ب7 جميل جدا، وقياس زاويه ج ب120، ماشي. عايز مساحه المثلث حبيبي، انت معاك ا شرطه وب شرطه الحرف الناقص ج، فالزاويه اللي ما بين الضلعين دول ج، فانت معاك كل حاجه. فمساحه المثلث عباره عن ايه؟ عباره عن نص في طول الضلع الاولاني في طول الضلع الثاني في جا الزاويه اللي ما بين الضلعين ده ا شرطه وب شرطه، يعني الزاويه ما بينهم ج، ومديك ان زاويه ج ب 120 يعني جا 120. فامسك كده الاله بتاعتي، اجيب الاله اقول له ايه يا جماعه؟ اقول له نص في 4 في 7 في جا 120، واشوف الكلام ده هيساوي كام. قال لي 7 جذر 3، فاقدر اقول له 7 جذر 3 هي مساحه المثلث يا صديقي الصدوق. تمام. تعالى كده نخش على مثال تاني، بيقول لي في المثلث ا ب ج، ماشي. ماله بقى المثلث ده؟ قال لك مساحته 21 جذر 3. حلو. وقال لك ان ا شرطه ب 6 سم، وقياس زاويه ب 60. عايز ج شرطه. مستر هو مديني مساحه المثلث، فامسح لنا بس الشخبطه ديت. هو مساحه المثلث نص في طول الضلع الاولاني في طول الضلع الثاني، اختار اي ضلعين، بس اهم حاجه تختار الزاويه اللي ما بين الضلعين اللي انت اخترتهم. بمعنى نص، انا معايا ا شرطه وهو عايز ج شرطه، فاقول له نص ا شرطه ج شرطه، يبقى جا الزاويه اللي ما بينهم ا شرطه ج شرطه الحرف الناقص ب، يبقى الزاويه اللي ما بينهم ب. فده كده يا جماعه مساحه المثلث او قانون مساحه المثلث. هو قال لي ان مساحه المثلث ب 21 جذر 3. تمام. تعالى نبتدي نعوض بالارقام اللي معايا. انا معايا ا شرطه ب6، فاقدر اقول له نص في 6. ج شرطه هو عايزها ومديك زاويه ب 60، فاقدر امسح يا جماعه زاويه ب واكتب مكانها 60. هقول له ثانيه، مش دي ج شرطه؟ ايوه. طب نص ال6 3، و3 في جا 60. مستر جا 60 عباره عن جذر 3 على 2، فهتبقى 3 جذر 3 على 2. ممكن تيجي تعملها كده على الاله. هقول له نص في 6 في جا 60 هيساوي 3 جذر 3 على 2 زي ما انا قلت لك من شويه، ده لو انت عايز تعملها على الاله يعني 3 جذر 3 على 2. هقول له بيساوي 21 جذر 3. انا ممكن من غير تفكير جدا هقسم هنا على 3 جذر 3 على 2، وطالما انا قسمت هنا على الحاجه دي لازم اقسم عليها الناحيه الثانيه اللي هي 3 جذر 3 على 2. فده كده يا صديقي طار مع ده، هيبقى لك الجيم شرطه هيساوي ايه؟ بالاله بقى. ما انت لو عايز تتعامل بالاله يلا 21 جذر 3. تمام. اجي كده على اعمل كسر 3 جذر 3
على الاتنين بتساوي 14. يعني اقدر اقول له ان ج شرطه ده بكام يا شباب؟ ب 14، فاختار ان ج شرطه ده بكام يا شباب؟ ب 14. حلو قوي الكلام ده. طب تعالى نخش على فكره ثانيه. الفكره دي انا لسه قايل لك عليها من شويه. بقول لك عشان النسب تفضل متساويه فاللي هتعمله فوق لازم تعمله تحت. مش انا لسه قايل ان ا شرط على ج ا بيساوي ب شرط على ج ب بيساوي ج شرط على ج ج. لو انا جمعت اللي فوق مع بعض ا شرطه زائد ب شرطه زائد ج شرطه، عشان النسب تفضل متساويه لازم اعمل نفس الحركه تحت، فهجمع ج ا زائد ج ب زائد ج ج. ما ده يا مستر الحته بتاعت المحيط، فاكر؟ على مجموع الجهات. ايوه، قال لك كل ده بيساوي 2 نق. ماشي، مش ده المهم. المهم ايه؟ لو انا جيت مثلا مسكت جمعت ا شرطه زائد ب شرطه، ا شرطه زائد ب شرطه، جمعت اول نسبتين فوق يبقى لازم اجمع اول نسبتين تحت، يبقى اقول له على ج ا زائد ج ب، والنسبه دي هتساوي كل اللي فوق فهتساوي 2 نق برضه لو انا سويتها بالاتنين نق. مش فاهم؟ لو انا جيت قلت لك انا همسك الالف شرطه هطرحها من الجيم شرطه، فاللي انا عملته فوق اعمله تحت. انا مسكت الالف شرطه طرحتها من الجيم شرطه، يبقى لازم امسك الجا الف اطرحها من الجا جيم. فكل ده برضه هيساوي كل ده، اللي هو الف شرطه على جا الف بيساوي ب شرطه على جا ب بيساوي جيم شرطه على جا جيم بيساوي المحيط على مجموع الجهات بيساوي 2 نق. اللي انا اقصده يا حبيب قلبي، طالما الحاجه اللي انت عملتها فوق عملتها تحت فالنسب هتفضل متساويه فهتساوي نفس الحاجه برضه، لا تقلق يا صديقي. حلو. ده هيفيدنا بايه؟ هيفيدنا بمثال زي كده. هنا بيقول لك في المثلث اللي اسمه ا ب ج، ج شرطه ب 6 ج ج. حبيبي من غير تفكير انت ممكن تروح تقول له ايه؟ ان يا مستر ج شرطه على ج ج، مش معنى دول ما هو اللي جايبهم لي في المساله هيساوي ا شرطه على ج ا هيساوي ب شرطه على ج ب. ايوه في الاخر هيساوي الاثنين نق يعني. مش معنى النق، لانه يا جماعه هنشوف دلوقتي مش معنى النق، بس تعالى بس نقول ان ج شرط على ج ج هيساوي 2 نق. حلو. طب يا مستر معلش يعني، معلش، هو الجيم شرطه بكام؟ معلش امسح كده. الجيم شرطه حبيبي ب 6 جا جيم، فجا جيم فوق هتطير مع جا جيم تحت، يعني الحته دي ب 6. السته دي هي الاثنين نق، هي ا شرط على جا ا، هي ب شرط على جا ب، هي ج شرط على جا ج. فاهم قصدي؟ فيا جماعه السته دي هي ا شرط على جا ا، هي ب شرط على جا ب، هي ج شرط على جا ج، هي الاثنين نق عادي. طب انت قفشت في دي ليه؟ هقول لك. اكتب القانون كده. ا شرط على جا ا هيساوي ب شرط على جا ب هيساوي ج شرط على جا ج، كل ده هيساوي المحيط على جمع الجهات، كل ده هيساوي الاثنين نق، كل ده هيساوي السته. تمام؟ ده هيفيدني بايه برضو؟ بص يا معلم، هو قال لك ايه؟ قال لك انا عايز ا شرط ناقص ب شرط على جا ا ناقص جا ب. حبيبي اللي عمله فوق عمله تحت، فبالتالي النسبه اللي هو عايزها هتفضل متساويه مع النسب دي كلها، فاللي هو عايزه برضه هيساوي كام يا شباب؟ السته. فاقدر اقول له ان اللي انت عايزه ده برضه هيساوي السته. ليه؟ لان انت مسكت الالف شرط طرحتها من الب شرط، فطرحت فوق لقيت تحت عامل ايه؟ جا ا ناقص جا ب، يعني اللي عمله فوق عمله تحت، فالنسبه الجديده دي هتفضل بتساوي النسب القديمه اللي هي بتاعه القانون. طب ما النسب القديمه بتساوي 6 يا قلبي، يبقى اقدر اقول له اللي هو عايزه ده بكام يا شباب؟ ب6 بس. والله الموضوع لذيذ جدا. تمام. تعالى كده نخش على المثال اللي بعديه. بيقول لي اذا كان طول نصف قطر الدائره التي تمر برؤوس المثلث ا ب ج بتساوي 3. يعني انا اقدر اقول له يا جماعه ان نصف قطر الدايره ب3، يعني النق ب3. يا عم اكتب باجة. ماشي، النق ب3. جه قال لك ان جا ا زائد جا ب زائد جا ج بيساوي 2، يعني مجموع الجهات ب2. هو عايز محيط المثلث. يلا ده احنا لسه قايلين ا شرط على جا ا بيساوي ب شرط على جا ب بيساوي ج شرط على جا ج بيساوي المحيط. ايوه، على مجموع الجهات. طب مجموع الجهات اصلا هو مديهاني بكام؟ ب2، فالمحيط على مجموع الجهات هيساوي 2 نق يا حبيبي، والنق مديها لك ب3، ف2 في 3 ب6، يعني الاثنين نق ب6. لو انا عايز المحيط، لو عايز اللي فوق اضرب اللي تحت في اللي فوق، يعني اقدر اقول له ان المحيط هيساوي 2 في 6 ب 12، فالمحيط يا حبيب قلبي ب 12. انت عايز المحيط يبقى ب 12 وهو الاختيار ج. حلو. تعال نخش على المثال اللي بعديه. بيقول لي اذا كان محيط المثلث يساوي 15
وقياس زاوية أ ب 53 وقياس زاوية ب ب 47. أنا عايز طول أ ب. مستر المثلث اسمه أ ب ج. أ ب الحرف الناقص ج، فالضلع اللي هو عايزه ده ج شرطة، فأقدر أقول له ج شرطة أيوه على الجا ج. على الجا إيه؟ ج الزاويه بتاعتها. طب يا مستر انا لاحظت ان هو مش مديني ج، بس اعرف اجيبها ليه؟ مجموع الثلاث زوايا في اي مثلث 180، فاقدر اقول له ان قياس زاويه ج هتساوي 180 ناقص ايه يا شباب؟ الزاويه ا اللي هي 53 ماشي، زائد الزاويه ب اللي هي 47. تمام، 53 زائد 47 ب 100، 180 ناقص 100 هيديني 80 يا صديقي الصدوق. يعني قياس زاويه ج ب 80، فلو قلت له ج شرط على ج اللي هي ج 80 هقول له بيساوي ايه؟ بيساوي ا شرط على ج ا، بيساوي ب شرط على ج ب. ايوه بيساوي ايه برضه؟ وهلا ما مديك ايه هنا؟ مديني يا مستر ان المحيط ب 15، يبقى هيساوي المحيط اللي هو ب 15 على مجموع الجهات. ما هو قال لك محيط يبقى على مجموع الجهات. ج ا اللي هي ك 53 ماشي ما علينا، زائد ج ب اللي هي ج 47، زائد ج ج اللي انا لسه جايبها ب 80. فاقدر اقول له خلاص انت عايز الجيم شرطه اللي هي الالف ب يعني ابو عينين على ابو عين واحد، فاقدر اقول له ان الجيم شرطه هيساوي ابو عينين يعني 15 ج 80 على ابو عين واحده، ما فيهوش حاجه قصاده يبقى عين واحده اللي هو ج 53 زائد ج 47 زائد ج 80. عايز اعرف الكلام ده بيساوي كام يا مستر؟ على الاله يا حبيب قلبي، ما تحسبش حاجه، ما توجعش دماغك يا بابا. يبقى اقول له 15 ج 80 على ج 53 زائد ج 48 47 يا عم فوق زائد ج 80 دوس يساوي. طلع معايا 5 علامه 8 7. 5 علامه 8 7 يعني الجيم شرطه هتساوي 5 علامه 8 7. جماعه هو قال لك تقريبا بتساوي كام؟ 5 و8 من 10 يعني اقول له تقريبا 6، فاقدر اقول له ان الالف ب ده تقريبا ب6 اللي هو الجيم شرطه يعني في الاستخبص ما بيننا وما بين بعضينا. فاهم قصدي؟ تمام. تعالى كده نخش على مثال بعديه. بص يا بابا انا بحب دايما الاختصار. يعني ايه؟ يعني هنا بيقول لك في المثلث اللي اسمه س ص ع يكون س ص الى ص ع. بص يا بابا س ص اولا ده س ص الحرف الناقص عين، مين اللي قال لك؟ ما هو المثلث اسمه س ص ع يا ابني. س ص الحرف الناقص عين يبقى ده عين شرط، الى ص ع فالحرف الناقص س يبقى ده س شرط. هو قال لك ضلع الى ضلع، عايز يعرف جا الى جا، فكنا بنقول يا جماعه س شرط على ج س هيساوي ص شرط على ج ص هيساوي عين شرط على ج عين هيساوي المحيط على مجموع الجهات هيساوي 2 نقه. اديني بحفظك القانون للاخر اهو. تمام. فعين شرطه الى س شرطه. جماعه لو عايز تشيل عين شرطه حط مكانها ج عين على طول. الى عايز تشيل س شرطه حط مكانها ج س على طول. فده الى ده الضلع ده الى الضلع ده هقول له ج عين الى ج س ج عين الى ج س ج عين الى ج س وهو الاختيار ج. جت منين عشان ابقى فاهم يا مستر؟ حبيبي تعالى، س شرط على ج س هيساوي ص شرط على ج ص هيساوي عين شرط على ج عين. فهو قال لك لو قسمت س شرط على عين شرط او عين شرط الى س شرط لا مؤاخذه، قال لك ايه؟ تفرق معايا يا جماعه كده ولا كده؟ هو قال لك عين شرطه الى س شرط، عين شرطه الى س شرطه اللي اعمله فوق اعمله تحت، يبقى ج عين الى ج س اللي احنا اخترناها الاختيار ج. حلو قوي الكلام ده. تعالى كده يا شباب نخش على المثال ده. بيقول لي في المثلث اللي اسمه س ص ع متساوي الاضلاع. انا مش هكمل، عايزك بس تفتكر كام حاجه. انا لو معايا مثلث اسمه س ص ع، المثلث ده متساوي الاضلاع، فانا عارف ان الثلاث اضلاع قد بعض والثلاث زوايا برضو قد بعض، فكل زاويه بكام؟ ب 60 درجه. كل زاويه بكام يا شباب؟ ب 60 ايه درجه يا عم؟ فوق ماشي. يبقى انا دلوقتي يا جماعه مثلث متساوي الاضلاع، كل زاويه فيه ب 60 درجه يعني متساويه وكل اضلاع متساويه. هو جه قال لك ان محيطه ب 12. مستر المحيط يعني مجموع الاضلاع، محيط يعني مجموع الاضلاع، وانا معايا 3 اضلاع عشان مثلث والثلاث اضلاع قد بعض، يبقى لو قسمت المحيط اللي هو مجموع ال3 اضلاع على ال3 هيطلع لي الضلع الواحد بكام؟ لان هم 3 اضلاع قد بعض. حلو. فلو قسمت 12 على ال3 فيها الاربعه، فبالتالي كل ضلع ب 4 سم وكل زاويه ب 60 زاويه 60 زاويه 60 درجه. ما علينا. يلا بينا يا شباب. هو عايز ايه؟ مساحه المثلث يا جدع. طب ما هو مساحه المثلث عباره عن ايه؟ نص في
اختار اي ضلعين انت عايزهم. بص يا مستر، انا هختار ده وهختار ده. حبيب قلبي اختار اي حاجتين هيطلع معاك نفس الارقام. يعني هتختار اي ضلعين هيطلع معاك 4 في 4، لان كل الاضلاع ب4. ما تتذكاش يا باب، يبقى اقول له نص في 4 في 4 اللي هو الضلعين دول في بعض، في جا الزاويه اللي ما بين الضلعين اللي هي 60. فاقدر اجيب الاله يا صديقي واعمل الكلام ده على الاله. اروح اقول له ايه بقى؟ هقول له نص ماشي في 4 في 4 في جا 60 بكام قلبي؟ بكام يا قلبي؟ ال4 جذر 3. بس يبقى اقول له 4 جذر 3. مستر هي دي 4 جذر 3 ولا انت نايم؟ 4 جذر 3 والمصحف. يعني المفروض هنا 4 جذر 3. ده انا هنفخ الاسيستنت اللي كان بيعمل الملزمه ديت. يا لهوي يا لهوي. 4 جذر 3 يبقى مساحه المثلث كام يا جماعه؟ 4 جذر 3. يلا المستر بتاعكم مش فايق والاسيستنت كمان. ما علينا ما علينا، والله ده من ضغط الشغل يا جماعه، يعني بنتعب قوي بنتعب قوي والله عشانكم. يا ريت نقدر حاجه زي كده، مش فكره بقى سبسكرايب ولا هبل اللي احنا بنسمعه ده. اسمع بس ان انت قفلت فهكون مرتاح نفسيا والله. هنا بيقول لك اذا كان ا ب ج مثلث، ايوه، جاء ا زائد ب على جاء ا زائد جا ب بيساوي كام؟ بص يا بابا، عايزك تفهم معايا حاجه مهمه قوي، ان انا معايا مثلث اسمه ا ب ج. فبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك جا مجموع زاويتين، اي زاويتين يا جماعه، مش لازم ب وج يعني. بيقول لك ان جا مجموع اي زاويتين هيساوي جا الزاويه الثالثه. ده اللي انا عايزك تعرفه. جرب معايا، مش الثلاث زوايا ب 180؟ ايوه، فلو قلت ان الزاويتين دول ب وج مثلا ب 120، فهروح اجيب جا الزاويه الثالثه اللي هي ب 60، لان 60 و120 ب 180 اللي هم الثلاث زوايا بتوع المثلث. اعمل ده على الاله واعمل ده على الاله حبيبي، هيطلع معاك ده بجذر 3 على الاثنين وده برضو بجذر 3 على الاثنين. فيا جماعه جا زاويتين في مثلث بيساوي جا الزاويه الثالثه. ده هيفيدني بايه؟ هيفيدك يا قلبي بالمساله ديت، ان هو هنا بيقول لك جا ا زائد ب. مستر جا ا زائد ب هي جا ج على جا ا زائد جا ب. انا قلت لك خلاص تحل الكلام ده ازاي؟ طالما يا جماعه جهات وهو مديني شرطات، فانت حول الجا للشرطه بتاعتها. بمعنى جا ج هتحولها لج شرطه، جا ا هتحولها لالف شرطه، زائد جا ب هتحولها لب شرطه، بس وادور على الاختيار ده. فيا جماعه اللي انا عملته في الجهات عملته في الاضلاع، فالنسب هتفضل متساويه، وده اللي بغني فيه من الصبح. تمام، يبقى ج شرطه على الف ج شرطه ايه ده؟ ج شرطه على الف شرطه زائد ب شرطه، اللي هو الاختيار ايه يا جماعه؟ الاختيار ج. تريقش كلنا بنبقى فاصلين ساعات يعني. يا سلام. وايه كمان؟ هقول لك، نخش على قانون جيب التمام بقى. ده ايه كمان يعني؟ المهم قانون جيب التمام حبيب قلبي، يعني الجتا. تمام. قانون جيب التمام يا جماعه بستخدمه في حالتين: لو معاك 3 اضلاع او ضلعين والزاويه اللي ما بينهم. معاك 3 اضلاع او ضلعين والزاويه اللي ما بينهم. لو فاكر قانون الجا، انت المفروض كاتب، فاكر وكاتب. قانون الجا بستخدمه في حالتين: لو معايا زاويتين وضلع، او لو معايا ايه؟ معايا ضلعين وزاويه، صح؟ ضلعين وايه؟ وزاويه. مستر زاويتين وضلع او ضلعين وزاويه، بس الزاويه ما بقتش يعني مش ما بين الضلعين. بمعنى انا بس عايزك بس ايه؟ تنزل معايا. يا نهار اسود قفلنا البتاع. ايه ده صلى على النبي. احنا شرحنا كل ده. ضلع وزاويه مقابله ليه، ضلع وزاويه مقابله ليه، او زاويتين وضلع، او ضلعين وزاويه مش ما بينهم. يعني ايه مش ما بينهم؟ يعني مش محصوره ما بينهم، لان لو محصوره ما بينهم هستخدم قانون الجتا، والفرق ده هيوضح قوي في حته حل المثلث وهنشوف. نرجع لاصلنا، نرجع مكاننا فين. يبقى قانون جيب التمام بستخدمه في كام حاله؟ حالتين: لو معاك 3 اضلاع او ضلعين والزاويه اللي ما بينهم. طب قانون الجا، بالله عليك احفظ الكلام ده مهم، صدقني انا مش بقوله خلاص يعني. قانون الجا بستخدمه امتى؟ مستر قانون الجا بستخدمه لما يكون معايا زاويتين وضلع، انما ضلعين والزاويه ما بينهم جتا، انما زاويتين وضلع يبقى الجا. معايا ضلع والزاويه اللي في وشه الجا، عشان يبقى الف شرطه على جا الف ضلع والزاويه اللي في وشه. او لو معايا ضلعين وزاويه مش ما بينهم فبرضه هستخدم قانون الجا. خلينا دلوقتي في الجتا، 3 اضلاع فضلعين وزاويه ما بينهم، ده وده، استخدم قانون الجتا. حبيبي قانون الجتا
لو معاك 3 اضلاع بذمتك يا شيخ هتروح تجيب ضلع رابع؟ يعني ده هو المثلث 3 اضلاع، فانت هتروح تجيب زوايا. فقال لك خلاص انا هجيب مره الزاويه الف، مره الزاويه ب، مره الزاويه ج، وده قانون الجتا، فاكيد هستخدم جتا. حلو. قال لك جتا الف شرطة كسر زائد ناقص على الاتنين. انا المثلث اللي معايا اسمه الف ب ج. حلو. شرطة كسر زائد ناقص على الاتنين. الف الضلعين الناقصين او الحرفين الناقصين يا جماعه ب وج، يبقى اقول له ب شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع ناقص الف شرطة تربيع على 2 في الاول في الثاني، يعني ب شرطة ج شرطة، وكتاب الله ما فيهم تربيع، عشان بشوف غلطات عجيبه في السناتر بسبب حته زي كده. المهم تعالى لو عايزين جتا ب شرطة كسر زائد ناقص على الاتنين. شرطة كسر زائد ناقص على الاتنين. ب يا مستر الحرفين الناقصين او الضلعين الناقصين الف وجيم، يبقى الف شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع ناقص ب شرطة تربيع على الاتنين في الاول في التاني، يعني الف شرطة ج شرطة. يعني قانون الجتا شرطة كسر زائد ناقص على الاتنين. حلو زي ما انا قلت لك اهو، ده جيم الحرفين الناقصين الف وب، يبقى اقول له الف شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناقص ج شرطة تربيع على الاتنين في الاول في التاني، يعني الف شرطة ب شرطة. ده قانون الجتا. امتى بستخدمه؟ اما يكون معايا 3 اضلاع، فانا يهمني الزوايا. باقي الزوايا بقى ازاي بجيب الزوايا؟ عن طريق قانون الجتا. جتا بتساوي شرطة كسر زائد ناقص على الاتنين، وبنعمل بنفس الطريقة. حلو. طب عايزين نقولها بطريقة الاشكال. لو انا معايا حبيب قلبي ماشي، لو انا معايا مثلث زي كده، المثلث ده اسمه ا ب ج. ا ب يعني ده ج شرطة، ا ج يعني ب شرطة، ب ج يعني ا شرطة. حلو. عايزك تركز معايا. لو انا مثلا عايز الجتا الف، بالله عليك حبيب قلبي ركز في الحته دي. جتا الف هقول له بيساوي، قلنا شرطه كسر زائد ناقص على الاتنين. انا عايز زاويه الف، فبمسك الضلعين بتوع الزاويه اجمعهم تربيع ناقص الضلع اللي في وش الزاويه تربيع على 2 في الضلع ده في الضلع ده، الضلعين برضو بتوع الزاويه اللي هو ب شرطه ج شرطه. فهتلاقي نفسك عملت القانون اللي احنا بصمجناه فوق. انا عايزك تبصمجه، ايوه تبصمجه وتفهمه من الشكل. الاتنين. حلو. تعالى نخش على الحته الثانيه اللي هي بتاعت ايه؟ تعالى بس نكتب هنا الف شرطه تربيع. تمام. حته ان انا يبقى معايا اصلا ضلعين وزاويه ما بينهم. جماعه ضلعين وزاويه ما بينهم، فانا محتاج اجيب الضلع الثالث. فالضلع الثالث برضو بجيب عن طريق قانون الجتا، بس المره دي مش بجيب الجتا في الاول، انا عايز الضلع الثالث. فمره هعتبر ان الضلع الثالث الف شرطه، الضلع الثالث ب شرطه، الضلع الثالث ج شرطه. حلو. طب يا جماعه لو عايز ضلع في قانون الجتا، قال لك زائد ناقص 2 زائد ناقص 2، على اعتبار ان المثلث اسمه ا ب ج. فالف الحرفين الناقصين ب وج، يبقى اقول له ب شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع ناقص 2 في الاول في الثاني ب شرطه ج شرطه جتا الزاويه اللي انا بجيب الضلع بتاعها اللي هو جتا الف. طب تعالى هنا لو عايز الب شرطه، قال لك ب شرطه تربيع، اقول له بيساوي زائد ناقص 2 زائد ناقص 2 ب الحرفين الناقصين الف وج، يبقى اقول له الف شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع ناقص 2 الف شرطه ج شرطه جتا ب. طب تعالى هنا لو عايز ج شرطه، قال لك ج شرطه تربيع هتساوي زائد ناقص 2 الحرفين الناقصين الف وب، فاقول له الف شرطه تربيع زائد ب شرطه تربيع ناقص 2 الف شرطه ب شرطه جتا ج. الله ينور عليك يا صديقي. طب كده بصمجناها، عايزين نفهمها من الشكل. ارجع 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 بابا، ارجع بابا. معايا مثلث اهو اسمه ا ب ج. انا دلوقتي مثلا قلنا يا جماعه ده ج شرطه، ده كده ب شرطه، ده الف شرطه. حلو. انا دلوقتي مثلا عايز الالف شرطه ده، فكنا بنقول الضلع اللي انت عايزه تربيع هيساوي الضلعين التانيين تربيع اجمعهم، يبقى ب شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع ناقص 2 في الضلعين، يعني 2 في الضلع الاولاني ب شرطه ج شرطه اللي هو الضلع الثاني جتا. مش انت عايز الضلع ده؟ يبقى لازم تبقى معاك الزاويه اللي في وشه، يعني الجتا الف. فده يا جماعه فهم القانون، بصمجه وافهمه بعد كده. تعالى نخش على مثال بقى. دلوقتي انا معايا 3 اضلاع، يبقى الجتا قانون الجتا هو عايز قياس اكبر زاويه. عايزك تركز معايا، اكبر زاويه بتبقى قصاد اكبر ضلع،
فلو انت عايز قياس اكبر زاويه يبقى انت يا جماعه يهمك اكبر ضلع، ده الزاويه اللي انت عايز تجيبها. فانا لو انا اسمي الزاويه دي الف مثلا، جتا الف، هقول له بيساوي قانون الجتا كنا مبصمجينه شرطه كسر زائد ناقص على الاتنين، صح ولا لا؟ صح يا مستر. جتا الف يعني ده الضلع بتاع الزاويه اللي انت عايز تجيبها، فكنا بنمسك الضلعين التانيين نربعهم ونجمعهم، يعني 3 تربيع زائد 5 تربيع ناقص الضلع اللي انا بجيب الزاويه بتاعته اللي هو ال7 تربيع على الاتنين في الاول في التاني اللي هو كام يا شباب؟ 5. ودلوقتي يا مستر لو عايز الزاويه اضغط شيفت كوزين اللي هي الجتا، الكلام ده كله هيطلع لي الزاويه اللي هو عايزها اللي هي قياس اكبر زاويه. فانا لو مسكت الاله كده اتفقنا مع بعضينا لو عايز الزاويه اضغط شيفت كوزين عشان جتا، اعمل شرطه كسر اقول له 3 تربيع زائد 5 تربيع ناقص 7 تربيع على 2 في 3 في 5، اجي كده اقفل القوس ادوس يساوي، هيطلع معايا 120 درجه، فاكبر زاويه يا جماعه هتساوي 120 درجه. وده يا جماعه اول سؤال. يبقى لو فهمت وبصمجت هتريح دماغك من كل الاسئله دي كلها. تعال نخش مثلا على سؤال رقم 2. بيقول لي في المثلث اللي اسمه س ص ع، ماشي، عايز ايه يا معلم؟ قال لك ان السين شرطه ب5، حلو، والصاد شرطه ب3، زي الفل، وقياس زاويه عين ب2 باي على 3. حبيب قلبي 2 باي على 3 دي زاويه بالقياس الدائري، انت عايزها بالستيني، يبقى خلي الباي 180، ف2 في 180 على 3 هيطلع لي 120، هيطلع لك كام؟ 120. حلو. دلوقتي انا عايز العين شرطه. قلت لك يا جماعه لو معاك ضلعين اللي هو س شرطه وصاد شرطه والزاويه اللي ما بينهم اللي هو قياس زاويه عين، عشان الحرف الناقص عين اصلا، فده يا جماعه ضلعين والزاويه اللي ما بينهم يبقى قانون الجتا. لو عايز الضلع فكنا بنقول الضلع اللي انت عايزه ده تربيع هيساوي زائد ناقص 2. انت عايز عين شرطه تربيع، يعني الحرفين الناقصين س وصاد، يبقى اقول له س شرطه تربيع زائد صاد شرطه تربيع ناقص 2 في الاول في الثاني، 2 في 5 في 3. جتا الضلع اللي انت بتجيبه اللي هو عين، فالعين اصلا ب 120 يبقى جتا 120. لو انا عايز العين شرطه فانا هشيل التربيع واركب الجذر الناحيه الثانيه، فاروح امسك الاله هقول لها تعالي يا جميله صغنطوطه انت كده، جذر، ايوه، 5 تربيع زائد 3 تربيع ناقص 2 في 5 في 3 في جتا 120، واقوم قافل القوس ادوس يساوي، هيطلع معايا ب7، يعني العين شرطه يا شباب هتساوي 7، وهو كان عايز يعرف العين شرطه بكام، اقول له ب7. حلو قوي الكلام ده. تعالى نخش على ملاحظه جميله قوي يا جماعه، عشان هو هيبتدي يربط ما بين الجي هيربط ما بين الجي بالزاويه وجيب تمام الزاويه، يعني هيربط ما بين الجا والجتا. سامحوني والله انا الدنيا انا مش شايف الكاميرا اصلا، ده يعني مش عايز اقول لكم كده من الاول، يعني انا حاسس انا ببص هنا، انا ببص على الناحيه دي، بس انا شايف ايه والله ما اعرف. فما علينا، يعني ان شاء الله الدنيا تبقى جميله ويبقى انتوا فاهمين اصلا، يعني لان انا دلوقتي لو انا قدرتي 100 دلوقتي 30، بس باذن الله خير يعني. يلا بينا يلا بينا. بص يا بابا، بيقول لك الف شرطه، ايوه، الى ب شرطه، ايوه، الى ج شرطه، ايوه، بيساوي 3 الى 4 الى 5، فاقدر اقول له ان الف شرطه 3 وب شرطه ب4 وج شرطه ب5. الف شرطه ب3، بس ما ينفعش اقول 3 بس، ليه بقى؟ يا جماعه دي نسبه، النسبه مش قيم حقيقيه، بمعنى انا دلوقتي ممكن اقول وزنك انت اللي بتتفرج عليا نص وزني، وزنك انت نص وزني، يبقى انت وزنك نص، لا، ده نسبه ما بيني وما بينك، انت وزنك نص وزني، فبالتالي يا جماعه النسبه ليست ارقام حقيقيه، يعني انت وزنك نص جزء من وزني، لو انا الجزء بتاعي مثلا 100 فوزنك نص جزء يعني 50، وهكذا. فبالتالي يا جماعه اقدر اقول له طالما الالف شرطه ب3 فاقول له الالف شرطه ب3 اجزاء، على فرض ان الجزء اسمه كاف، على فرض ان الجزء اسمه ميم، على فرض ان الجزء اسمه موزه، المهم سمي الجزء اللي انت عايزه، بس طالما سميته موزه مثلا يبقى كله موزه، لو سميته كاف يبقى كله كاف. يعني اقدر اقول له ان الب شرطه ب4 كاف 4 اجزاء، الجيم شرطه ب5 كاف اللي هي 5 اجزاء. حلو، ركز معايا كده، لو انا جيت قلت لك الف شرطه على ال3 ب شرطه على ال4 ج شرطه على ال5، فاقدر اقول لك برضو ان الف شرطه يعتبر ب3 ب شرطه ب4 ج شرطه برضو ب5، بس 5 اجزاء و4 اجزاء و3 اجزاء. عايز تسمي الجزء المره دي ميم، عيش واستمتع حبيبي. هنا بيقول لك جا الف الى جا ب الى جا ج، فهي الف شرطه الى ب شرطه الى ج شرطه، لسه قايلينها من شويه،
تمام. 3 الى 4 الى 5 فاقدر اقول له برده نفس الفكره. نفس الكلام لو جيت قلت لك جا الف على ال3 جا ب على ال4 جا ج على ال5 فاقدر اقول له ان ده يعتبر الف شرط، ده يعتبر ب شرط، ده يعتبر ج شرط. ليه؟ لان جا الف على الضلع بتاعها اللي هو الالف شرط، فالالف شرطه ب3 طبعا 3 اجزاء 4 اجزاء 5 اجزاء. تمام. الفكره دي يا رب تكون تمام عشان دي فكره مهمه قوي. طب بص هنا، لو جبت لك حاجه بالمنظر ده والله العظيم لما كنت بقول القانون الف شرط على جا الف بيساوي ب شرط على جا ب بيساوي ج شرط على جا ج، انا اصلا ما قلتش ان في ارقام لازقه جنب الجهات ولا ارقام لازقه جنب الاضلاع، فبالتالي الارقام دي ما تنفعش تبقى موجوده، فبالتالي لازم اطير الارقام دي. خلاص يا مستر انا هقسم هنا على ال3 واقسم هنا على ال4 واقسم هنا على ال5. يا حلاوه بجد والله. وانت عايز تفضل النسب متساويه بالقرف اللي انت عملته ده، قال لك لا، لو هتقسم على رقم لازم اقسم على نفس الرقم في كل النسب عشان تفضل النسب متساويه. فبالتالي انت عايز تطير ال3 وال4 وال5 فانت المفروض تقسم على نفس الرقم، فانت عايز رقم يقبل القسم على ال3 وال4 وال5. انا مش هوجع دماغي، انا هعمل حركه جميله قوي. ايه هي حبيب قلبي؟ الحركه بتقول لك مش انت عايز تقسم على ال3 على ال4 على ال5؟ فانا هقسم كل نسبه على ال3 في 4 في 5. ليه؟ مش غلط. طالما هقسم كله على 3 في 4 في 5 فمش غلط. يبقى هقسم هنا يا جماعه على 3 في 4 في 5. هقسم هنا على 3 في 4 في 5. ليه يا مستر؟ قسمت على نفس الرقم في كل النسب فالنسب هتفضل متساويه. دي اول حاجه. تاني حاجه، في حد ممكن يقول لي يا مستر ايه الرقم اللي بيقبل القسم على ال3 وفي نفس الوقت بيقبل القسم على ال4 وفي نفس الوقت بيقبل القسم على 5؟ يا عم وانا فضيلك هو فزوره هقعد افكر؟ لا، هقسم على ال3 ارقام في بعض. حلو. ليه؟ ال3 هتطير مع ال3 فيبقى لي جا الف على 4 في 5 ب 20. هقول له بيساوي ال4 هتطير مع ال4 هيبقى لي جا ب 3 5 في 15. هقول له بيساوي ال5 هتطير مع ال5 هيبقى لي جا ج 3 في 4 ب 12. حلو. جا الف يبقى على الف شرطه يبقى اقدر اقول له ان ده الف شرطه. جا ب يبقى على ب شرطه فاقدر اقول له ان ده ب شرطه. جا ج على ج شرطه فاقدر اقول له ان ده ج شرطه. حلو. يبقى الالف شرطه ب 20 جزء، الب شرطه ب 15 جزء، الجيم شرطه ب 12 جزء. فهمتوا الفكره؟ يا رب نكون فهمناها. تعالى نمسح دي كده، نمسح دي كده ونخش على الفكره اللي بعديها. ايه الفكره هنا؟ ان ده جا الف مفيش رقم جنبه، جا ج مفيش رقم جنبه، انما جا ب في 2 جنبها، فانت محتاج تطير الاثنين. خلاص يا مستر اقسم هنا على الاثنين. حلو حلو حلو. هل بذمتك ودينك يا شيخ هتسيب الاثنين جنب الخمسه كده ولا هتحط علامه الضرب؟ هحط علامه الضرب، لان طالما مفيش اشارات جنبهم يبقى ضرب، وما ينفعش اسيب رقمين جنب بعض، لان لو حد جه قرأه هيقول لي 52، لا ده 2 في 5. حلو. طالما قسمت هنا على الاثنين عشان النسب تفضل متساويه فاقسم هنا برضو على الاثنين واقسم هنا برضو كام يا جماعه؟ على الاثنين. ليه حطيت علامه الضرب؟ خلاص بقى مش هعيد الجملتين، ارجع بالفيديو. ما علينا. جا الف على 2 في 3 ب 6 هيساوي 2 هتطير مع الاثنين جا ب على ال5 هتساوي جا ج على 2 في 4 ب 8، فاقدر اقول له جا الف يبقى ده الف شرطه، جا ب يبقى ده ب شرطه، جا ج يبقى ده ج شرطه. حلو حلو والله يا مستر، لذيذ والله. طب تعالى كده نخش على السؤال ده. مستر السؤال ده مش بيتكلم عن نسب حبيبي، يلا بينا نحل عشان ايه؟ اسئله ورا بعض اسئله ورا بعض نخلص تك 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 كده على طول. هنا بيقول لك في المثلث اللي اسمه ا ب ج، ا شرطه هتساوي 6 ب شرطه هتساوي 4 جتا ج بواحد على ال3. هو عايز ج شرطه بكام؟ حبيبي انت معاك ضلعين ا شرطه وب شرطه، الحرف الناقص ج يعني الزاويه اللي ما بينهم ج وهو مديك جتا ج، فبالتالي يا شباب ضلعين والزاويه اللي ما بينهم يبقى قانون الجتا. لو عايز الضلع ج شرطه فانت للاسف بتجيبه تربيع عباره عن زائد ناقص 2 ج يعني الحرفين الناقصين ا وب، يبقى اقول له ا شرطه تربيع زائد ب شرطه تربيع ناقص 2 في الاول في الثاني في جتا الضلع اللي انت بتجيبه اللي هو جتا ج، يعني جتا ج بتلت بس. ولو انت عايز الجيم شرطه فانت محتاج تشيل التربيع فتركب الجذر الناحيه الثانيه. اجيب الآلة هقول له ايه؟ معايا جذر اهو 6 تربيع زائد 4 تربيع ناقص 2 في 6 في 4 في 1 على 3. قال لك بيساوي 6. حلو، يعني الجيم شرطه ده بيساوي 6 سنتيمتر. كلام جميل وزي الفل يا هندسه. تعال نخش على السؤال اللي بعديه. طبعا هندسه دي تعود ليا يعني مش ليك انت، يعني دي نرجسيه فظيعه اوعى تكون كده. ما علينا.
جماعه في مصيبه ان انا وانا فاصل في حاجات بقولها ما بحبش اقولها، فالمشكله اللي انا بقولها دلوقتي على الهوا على الملأ، فايه يعني فرصتك بس والله لا اكمل تصوير، انا مش هينفع، مش اديتك ميعاد لازم الفيديو ينزل فيه بس خلصت. يبقى اقول له في المثلث اللي اسمه ا ب ج اذا كان 4 جا ا بيساوي 3 جا ب بيساوي 6 جا ج. مستر انت لسه قايل الجمله دي، انا ما عنديش ارقام جنب الجهات، ليه؟ عشان اعرف استخدم قانون الجهه. فبالتالي عايز اطير الاربعه والثلاثه على السته، صح؟ فقلنا هنقسم على حاصل ضربهم، 4 في 3 في 6، 4 في 3 في 6، 4 في 3 في 6. حلو، بس انا عندي حل اجمل، ايه هو؟ انا راجل شاطر يا عم، فانا عارف ال 12 بتقبل الاسم على الاربعه، بتقبل الاسم على الثلاثه، بتقبل الاسم على السته، فانا هقسم الايه؟ النسب كلها على ال 12 ولازم كلها على نفس الرقم. اتكلمنا بقى خلاص في الجمله دي، تمام. ركز معايا كده، جاء الف اهو. خلي بالك احنا هنقسم بس بالمعوج، اعوج دماغك اهو. 12 على 4 ب 3 هيساوي جاي بيها ايه؟ 12 على 3 ب 4 من تحت بقى، ما انت عوج دماغك. جا ج 12 على 6 ب 2. ايوه، جا الف يعني ده يا جماعه عباره عن الالف شرطه، جا ب يعني ده يا جماعه عباره عن الب شرطه، جا ج يبقى ده يا مستر عباره عن الجيم شرطه. فالالف شرطه بثلاث اجزاء والب شرطه باربع اجزاء وجيم شرطه بجزئين، على اعتبار الجزء ده سميته كاف ميم اللي انت عايزه يا صديقي. بس خلي بالك هو عايز قياس زاويه ج، انت يعتبر معاك الثلاث اضلاع، قلت لك لو معاك الثلاث اضلاع بستخدم قانون الجتا عشان اجيب الزوايا اللي انا عايزها، فانا عايز الجتا ج. قلنا الجتا ج عباره عن ايه يا جماعه؟ شرطه كسري زائد ناقص على الاثنين. حلو، الزاويه اللي انت عايزها ج، فالحرفين الناقصين ا وب، فاقول له ا شرطه تربيع زائد ب شرطه تربيع ناقص ج شرطه تربيع على الاثنين في الاول في الثاني. صح؟ صح يا مستر. حبيبي اللي هو مديها لك نسب مش ارقام حقيقيه، بس برضو اللي عايزها نسب مش ارقام حقيقيه، فيعتبر ينفع تعتبر والله حلو الجمله دي، يعتبر ينفع تعتبر والله لا اكملها زي ما هي، ان ا شرطه بثلاثه مش بثلاث اجزاء، والب شرطه باربعه مش باربع اجزاء، والج شرطه باثنين مش بجزئين. ليه؟ ما هو مديك نسب واللي انت عايزه نسب، فنسب مع نسب ما يوجعليش دماغي، الناتج هيطلع صح. في نفس الوقت لو انت اعتبرتها 3 ميم و4 ميم و2 ميم، حلتها بالطريقه ديت هيطلع معاك ميم تربيع فوق وميم تربيع تحت، هيطيروا مع بعض فهتبقى نفس الحل. بس انا هريح دماغي، هروح اقول له الجتا ج هتساوي، طالما انت مديني نسب واللي انا عايزه ده نسب فخلاص عيش واستمتع حبيبي. هقول له ا شرطه يعني ب3 تربيع زائد ب شرطه تربيع يعني 4 تربيع ناقص ج شرطه تربيع يعني 2 تربيع على 2 في الاول في الثاني اللي هو 2 في 3 في 4. قلت لك يا مستر لو عايز الزاويه اضغط شيفت، فهات الاله بتاعتك كده يا مستر وهاتها بعيد بعد اذنك. لو انا دلوقتي عايز الزاويه ج فاقول له يا مستر شيفت وصلني هواك الوين، فين الاله؟ ماشي، شيفت كوزاين اللي هو شيفت، يعني لو عايز زاويه اضغط شيفت. تمام، اقول له ايه؟ شرطه كسر 3 تربيع زائد 4 تربيع ناقص 2 تربيع على 2 في 3 في 4. اجي اعمل كده يا جماعه، اقفل القوس، يساوي 28 علامه 9. 28 علامه 9 مستر، 28 علامه 9 دي الزاويه بالدرجات صح؟ تقريبا يا مستر 29 درجه، وانا هسيبها كده بالتقريب. عايز تسيبها كده صح تسيبها كده صح، لو جالك السؤال ده اختر فهو هيجيب لك 29 تقريبا، لو جالك مقالي سيبها باللي انت عايزه، الاثنين صح يا صديقي ما توجعليش دماغي. تعال نخش على السؤال اللي بعديه، فكره جميله جدا جدا جدا. قال لك في المثلث اللي اسمه ا ب ج، حاضر، مديك ايه بقى؟ ا شرطه ب شرطه ب15، ب شرطه ج شرطه 35، ا شرطه ج شرطه ب21، فان قياس اكبر زوايا المثلث. الفكره كلها ان انا هقسم الاول على الثاني والثاني على الثالث. ليه؟ هقول لك دلوقتي. لو قسمت الاول على الثاني ا شرطه ب شرطه، قسمتها على الثاني ب شرطه ج شرطه، ركز كده، قسمت ده على ده يبقى اقسم الرقم على الرقم، يعني 15 على 35. تعال نقسم الثاني على الثالث كده، الثاني اللي هو ب شرطه ج شرطه هقسمه على الثالث اللي هو ا شرطه ج شرطه، فاقول له بيساوي الرقم على الرقم يعني 35 على 21. لو انا قسمت يا جماعه المنظر ده فهتلاحظ معايا ان الب شرطه طارت مع الب شرطه، فبقى لي ا شرطه على ج شرطه هتساوي على الخمسه فوق فيها الثلاثه على الخمسه تحت فيها السبعه، لو عملتها على الاله هتديك 3 على السبعه. طب ركز معايا كده، هتلاقي ج شرطه فوق طارت مع ج شرطه تحت، فيبقى لك ب شرطه على ا شرطه هتساوي 35 على 21. لو قسمت على السبعه فوق
فيها الخمسة، على السبعة تحت فيها التلاتة. فبص بقى على الحركة الجميلة دي، أقدر أقول له إن الألف شرطة بتلاتة والجيم شرطة بسبعة. طبعا 7 أجزاء و3 أجزاء، إلا لو هو عايز نسبة، فنسبة مع نسبة كلامي صح. تمام. ب شرطة قال لك ب5 والف شرطه ب3. يلا ما انا لسه قايلها، فاتاكد طالما الالف شرطه هنا نفس الالف شرطه هنا يبقى انت كلامك صح. فاقدر اقول له خلاص يا مستر الالف شرطه معايا ب3 ماشي، والب شرطه معايا ب5. الف شرطه مش عارف هي مايعه كده ليه، والب شرطه معايا ب5 تمام، والجيم شرطه معايا ب7. تمام. انت عايز مني ايه؟ قال لك عايز قياس اكبر الزوايا. طالما عايز قياس اكبر الزوايا معاك 3 اضلاع يبقى قانون الجتا. فاروح اقول له يا مستر جتا، جتا ايه؟ اكبر زاويه يا جماعه قصاد اكبر ضلع. اكبر ضلع معايا جيم شرطه، يبقى انا عايز جتا جيم. هقول له بيساوي شرطه كسر زائد ناقص على الاتنين. حلو. الزاويه جيم يا جماعه الحرفين الناقصين الف وب، يبقى اقول له الف شرطه تربيع زائد ب شرطه تربيع ناقص جيم شرطه تربيع على الاتنين في الاول في التاني. حلو حبيبي، مش دي نسب؟ واللي انت عايزه نسب؟ نسب مع نسب، عيش واستمتع. حلو. يبقى اقدر اقول له جتا جيم هتساوي، انا مش هسمي بقى ان الالف شرطه ب3 كاف ولا 5 كاف ولا 7 كاف، لا انا مش هوجع دماغي، ما هو ده نسب واللي انا عايزه نسب. فاللي اقصده اللي اعيش يعني ان اعوض على طول. الف شرطه يعني 3 تربيع، الف شرطه تربيع يعني 3 تربيع، زائد ب شرطه تربيع يعني 5 تربيع، ناقص ج شرطه تربيع يعني 7 تربيع على الاثنين في الاول في الثاني، يعني 2 في 3 في 5. لو عايز الزاويه اضغط شيفت كوزاين للكلام ده كله، فامسك كده اقول له ايه؟ شيفت كوزاين، شيفت معلش استحملينا، شيفت كوزاين، اعمل شرطه كسر تمام، اقول له 3 تربيع زائد 5 تربيع ناقص 7 تربيع، انزل تحت 2 في 3 في 5، اجي كده اقفل القوس هيساوي 120. يعني اقدر اقول له ان الزاويه اللي اسمها ج دي يا جماعه ب 120 درجه، وده قياس اكبر زوايا المثلث. حلو. تعالى كده نخش على السؤال رقم 6. بيقول لي في المثلث اللي اسمه أ ب ج فيه أ شرطة زائد ب شرطة ناقص ج شرطة بيساوي ك أ شرطة ب شرطة. بص يا حبيبي، عايزك تركز في الحتة دي قوي. المنظر ده قانون الجتا. والجتا مش موجودة. ايوه، يعني دي الجتا. طب ركز كده، الناقص ج شرطة تربيع، انا كنت بنقص من الزاوية اللي انا بجيبها. فاكر لما كنت بقول جتا ج هيساوي شرطة كسر زائد ناقص على الاثنين، ج يبقى ده أ شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناقص ج شرطة تربيع على الاثنين أ شرطة ب شرطة. حلو. ليه؟ مين اللي قال لك ان ده قانون الجتا؟ يلا ما انا كنت بطرح من الجيم. اهدى عليا يا صديقي دلوقتي. حاضر. نعيد معانا مع بعض كده. انا كنت بطرح من الجيم يبقى انا بجيب الزاوية اللي اسمها ج دي. فانا عرفت ان هو قانون الجتا ج. تمام. لو ملاحظ انا هنا ما عنديش مقام، يعني مقام واحد يعمل مقصات، فهقول له اي حاجه مضروبه في الواحد بيديني نفس الحاجه. حلو. هقول له بيساوي جتا ج في 2 أ شرطه ب، يعني أ شرطه ب شرطه، يعني يبقى 2 جتا ج أ شرطه ب شرطه. تعال نقارن بقى ده باللي هو مديهولك، هتلاقي ده زي ده وده زي ده، يبقى الكاف عباره عن 2 جتا ج. هو عايز يعرف الكاف تنتمي لايه؟ الكاف تنتمي لايه؟ جماعه الكاف يعني 2 جتا ج. الاتنين جتا ج يا جماعه في الجتا عموما بتنتمي لفتره من -1 لحد الواحد، يعني اصغر حاجه للجتا -1، اكبر حاجه للجتا 1. حلو. فبقول له اكبر من او يساوي، اصغر من او يساوي، بس انا في الحاله دي هستخدم اصغر من بس واكبر من بس، يعني اصغر من بس واكبر من بس. ليه يا جماعه؟ لان ده مثلث، فلو اعتبرت ان الجتا بتساوي -1، شفت كوزين -1 هيطلع لك زاويه غريبه الاطوار. شفت كوزين -1 هتطلع لك 180. يا جدع ده مجموع الزوايا الثلاثه في المثلث ب 180، زاويه واحده عايز تقول ان هي ب 180، فما تنفعش الجتا تبقى ب1 في حاله المثلث، فما بحطش يساوي. ده كمان كام حاجه، شفت كوزين 1 هتلاقيها بتطلع 0، ما ينفعش يا جماعه زاويه في مثلث تبقى ب0، فبالتالي في الحاله بتاعت المثلث دي مش هحط او يساوي. تمام. انت عايز تعرف الجتا ج بتنتمي لايه، فاقسم هنا على الاثنين، اقسم هنا على الاثنين، اقسم هنا على الاثنين، دول طاروا مع بعض، يبقى الجتا ج اكبر من -1 على الاثنين
اصغر من 1 على 2. ازعل منك قوي. ليه؟ يعني انت عملت كل ده وفي الاخر جاي تغلط هنا، جاي اغلط في ايه؟ يلا بص هو عايز ايه؟ بص كده هو عايز ايه؟ قال لك انا عايز الكاف تنتمي لايه؟ مستر الكاف ب2 جتا جيم. فاقدر يا جماعه اقسم هنا على الاتنين واقسم هنا على الاتنين، فاقدر اجيب الكاف على الاتنين، اقدر اقول له ان الكاف على الاتنين هي الجتا. الكاف على الاتنين هي الجتا. الكاف على الاتنين هي الجتا. فانا عارف ان الجتا، تعال نمسح كل ده. فانا عارف ان الجتا اهي، ركز معايا بقى في الحته دي. الجتا جيم قلنا اكبر من -1 واصغر من 1. الجتا جيم لوحدها بكاف على الاتنين، فانا اشيل الجتا جيم واحط مكانها كاف على الاتنين، اكبر من -1 واصغر من 1. لو انا عايز الكاف فعايز اطير الاتنين اللي تحت دي، ما انا عايز اعرف الكاف تنتمي لايه، فعايز اطير الاتنين اللي تحت دي اضرب فيها. طالما ضربت هنا في 2 فالاتنين هتطير مع الاتنين، بس لازم اضرب هنا في 2 ولازم اضرب هنا في 2. حلو، فيبقى لي الكاف اكبر من 2 في -1 ب2، اصغر من 1 في 2 ب2. فاقدر اقول له ان الكاف تنتمي لفتره من الصغير -2 لحد الكبير 2، مفيش يساوي، وقلنا ليه؟ فتبقى الفترات مفتوحه. فالكاف هتنتمي ايه يا جماعه؟ لفتره مفتوحه من -2 لحد ال2. الله ينور عليك. تعالى كده نخش على سؤال رقم 7. بيقول لي في المثلث اللي اسمه س ص ع، لما يكون س شرطه بيساوي ص شرطه. فهو عايز يعرف جتا س بتساوي ايه؟ مستر جتا س، قانون الجتا هيساوي شرطة كسري اهو، شرطة كسري. جاي تعلق؟ ما تعلقش دلوقتي يا ابن عمي، يا ابن عمي، يا ابن عمي، ما تعلقش. ماشي. يبقى اقول له يا جماعه انت معلق هنا ومش معلق هنا. ماشي، بص احنا ممكن نعمل حركه جميله، نعمل اي حاجه ملهاش اي لازمه، تلاقي بتاع اشتغل ولا اشتغل. اعمل كده، كتاب الامتحان شرح حساب المثلثات. انا اسف جدا ان انا دخلت على حاجه شبه كده. ايوه ارجع بقى تاني، اشتغلت ان شاء الله. جتا س هتساوي شرطة كسري زائد ناقص على 2 صح. س يبقى الحرفين الناقصين ص شرطة تربيع زائد ع شرطة تربيع ناقص س شرطة تربيع على 2 ص شرطة ع شرطة. حلو، بص يا بابا، هو بيقول لك ان س شرطة هي ص شرطة، س شرطة هي ص شرطة. طب دي اي حاجه ناقص نفسها هيطيروا مع بعض، فيبقى لي ان جتا س هتساوي ع شرطة تربيع على 2 ص شرطة ع شرطة. حلو، فمعايا ع شرطة فوق مرتين وع شرطة واحدة تحت، في التربيع هيطير مع اللي تحت، فيبقى لي ان جتا س هتساوي ع شرطة على ال2 ص شرطة. والله العظيم كان سؤال اختر، فهو جتا س كنت هختار ع شرطة على 2 ص شرطة بس. دي الفكرة بتاعت السؤال، تمام؟ تعالى كده نخش على سؤال رقم 8. بيقول لك أ ب ج د شكل رباعي. أنا مش عارف الشكل الرباعي ده شكله عامل إزاي، أنا بقول لك في الامتحان ارسمه كده وخلاص. والله العظيم مش فارقة معايا. فأ ب ج د، طبعا الشكل ده غلط يعني رسمته غلط، بس أنا هرسمه كده أ ب ج د، مش هقعد أوجع دماغك بقى. قال لك إن الألف ب بيساوي الألف د بيساوي 9، أ ب بيساوي أ د بيساوي 9، فأ ب بيساوي أ د بيساوي 9، يعني ده ب9 وده برضو بكام؟ ب9. ازاي؟ ما اعرفش، المهم ان انا برسم شكل رباعي، ما انا مش عارف شكله عامل ازاي، فما توجعش دماغك ارسمه ازاي، كده هتحسب لك صح برضو. قال لك ان الب ج ب5، الب ج بكام يا جماعه؟ ب5. قال لك ان الج د ب8، الج د ب8. قال لك ان الالف ج ب11، الالف ج ده يا جماعه ب11 سم. حلو، هو قال لك ايه بقى؟ اثبت ان الشكل ا ب ج د رباعي دائري. أ ب ج د اثبت ان هو رباعي دائري. خدنا يا جماعه قبل كده الرباعي الدائري ان كل زاويتان متقابلتان متكاملتان، كل زاويتان متقابلتان متكاملتان، يعني زاويه ب زائد زاويه د متكاملتان يعني ب 180 درجه. فجماعه لاحظوا ان جتا زاويه مثلا ب هيساوي سالب جتا زاويه تانية مثلا الدال لما يكون الزاويتين دول مجموعهم 180 درجه. يبقى لو معايا زاويتين مجموعهم 180 درجه يبقى جتا الاولى بيساوي سالب جتا الثانيه. فانا عايز اثبت ان في زاويتين مجموعهم 180 درجه، فعايز اثبت ان الجتا ب هي سالب الجتا د.
فبما ان جتا ب بتساوي سالب الجتا د، يبقى الزاويتين دول مجموعهم 180 درجه، ودول زاويتين في وش بعض، يبقى اذا الشكل ده رباعي دائري. تاني هروح اجيب الجتا ب اول حاجه، والجتا ب يا جماعه كنا بنجيبها ازاي؟ زائد ناقص على الاتنين. فين الزاويه ب؟ اهي، ركز معايا في المثلث ده يا شباب. لو انا عايز الزاويه ب، كنا بنعمل ايه لو انت عايز الزاويه ب؟ كنت بتقول لي الضلعين بتوع الزاويه تربيع، يعني 9 تربيع زائد 5 تربيع ناقص الضلع اللي في وش الزاويه اللي هو 11 تربيع على الاتنين في الاول في التاني، واطلع قيمه الجتا ب بكام. هقول له الجتا ب هيساوي، ماشي، اعمل الكلام ده على الاله، فتمسك كده الاله بتاعتك، هقول له تعالي يا آلة اعمل شرطة كسر، انا مش بجيب قيمة الزاوية، انا عايز الجتا كلها بكام. فاقول له 9 تربيع، اعمل ماشي 9 تربيع زائد 5 تربيع ناقص 11 تربيع على 2 في 9 في 5. الكلام ده بيساوي كام؟ قال لك بيساوي سالب 1 على 6، فالكلام ده يساوي سالب 1 على 6. ده الجتا ب. حلو، واروح اجيب يا جماعة الجتا د بنفس الطريقة. جتا د هقول له جتا د هتساوي شرطة كسر زائد ناقص على الاتنين، فأنا عايز زاوية د، هقول له الضلعين بتوع الزاوية تربيع، يعني 9 تربيع زائد 8 تربيع ناقص الضلع اللي في وش الزاوية اللي أنت بتجيبها تربيع على الاتنين في الأول في التاني، يعني 2 في 9 ب8. والله هتعملها على الآلة هتديك إن جتا د بتساوي 1 على 6. فبما أن جتا ب بتساوي سالب جتا د، ما هو دي بسالب 1 على 6 ودي ب1 على 6، دي معناها ان قياس زاوية ب زائد قياس زاوية د هيساوي 180 درجة، فكل زاويتان متقابلتان متكاملتان يعني ب 180 درجة. إذا الشكل اللي اسمه أ ب ج د ده رباعي دائري، وهو المطلوب إثباته يا معلم. يا ريت يا رب يعني يكون السؤال اتفهم وتكون الدنيا جميلة. تعالى كده نخش على سؤال رقم 9، وده اخر درس، خلي بقى اخر درس ايه؟ اخر سؤال في الدرس بتاع جيب تمام الزاويه. سؤال جميل قوي يا جماعه، بيقول لك 5 ج ا ج ب بتساوي 6 ج ب ج ج بيساوي 9 ج ج ج ا. وقف الفيديو، وقف الفيديو يا ابني، وقف الفيديو، حاول تحلها. المفروض انت فكرت شويه. انا اقرب حاجه الاقيها ان انا هقسم على ج ا ج ب ج ج. ليه؟ عشان ج ا تطير مع ج ب، ج ا ج ب اللي فوق يطيروا مع ج ا ج ب اللي تحت، ج ب ج ج اللي فوق تطيروا مع ج ب ج ج اللي تحت، وهكذا. فانا هقسم يا جماعه 5 ج ا ج ب مش هي بتساوي 6 ج ب ج ج، مش هي بتساوي 9 ج ج ج ا. عشان النسب دي قلنا تفضل متساويه، فاقسم على نفس الحاجه في كله. فانا هقسم على الثلاث جهات، ج ا ج ب ج ج، ج ا ج ب ج ج، ج ا ج ب ج ج. فالاقي يا جماعه ج ا فوق، لا هتطير مع ج ا تحت، لا ليه يا عم؟ ج ب فوق هتطير مع ج ب تحت، يبقى 5 اللي بقت فوق على ج ج هيساوي ج ب هتطير مع ج ب ج ج هتطير مع ج ج، يعني 6 على ج ا هتساوي، ركز معايا، ج ج هتطير مع ج ج، ج ا هتطير مع ج ا هيبقى 9 على ج ب. مستر ج ج يعني دي ج شرطه، فاقدر اقول له ان ج شرطه هتساوي 5. لما انا عملت كده بعتك فوق، ما تروحش ورايا. ماشي، ج ا على ال6، يبقى ال6 دي ا شرطه. ما هو الضلع على ج الزاويه طب هنا ج ب على ال9، يبقى ال9 دي ب شرطه، يبقى ب شرطه هتساوي كام؟ 9. هو كان عايز مني ايه؟ عايز قياس زاويه ج. يا جدع اروح اجيبها بقانون الجتا، لان معايا الثلاث اضلاع، يبقى اقول له جتا ج هتساوي شرطه كسر زائد ناقص على الاثنين. ج الضلعين التانيين ا شرطه وب شرطه، فا شرطه ب6 تربيع زائد ب شرطه 9 تربيع ناقص ج شرطه اللي هي 5 تربيع على الاثنين في الاول في الثاني. ولو عايز الزاويه اللي هي ج اضغط شيفت كوزاين للكلام ده، فهجيب الاله، هقول له ايه يا جماعه؟ ركز معايا كده، هقول له يا مستر شيفت كوزاين، اعمل شرطه كسر 6 تربيع زائد 9 تربيع ناقص 5 تربيع على الاثنين في 6 في 9. اجي كده اقفل القوس، هيساوي، طلع معايا 31 ونص. 31 ونص دي قياس الزاويه اللي اسمها ج. يعني اقدر اقول له ان قياس الزاويه اللي اسمها ج تقريبا هتساوي 31 ونص، يعني ممكن اقول 32 تقريبا، يعني عشان هو قال لي تقريبا فاقول له 32 وهو الاختيار ب. يا رب يكون السؤال اتفهم. دقيقة يا جماعة نفهم، لسه فيه اخر حاجة،
حل المثلث. حلو. يعني ايه حل المثلث اصلا؟ حل المثلث يعني هات الثلاث اضلاع بتوع المثلث بكام والثلاث زوايا بتوع المثلث بكام. هو ده معنى كلمه حل المثلث. ما اسمهاش حل المثلث، دي معناها حل المثلث. يعني المثلث حله. يعني ايه؟ المثلث مكون من 3 اضلاع وثلاث زوايا، كل ضلع بكام وكل زاويه بكام. لو جبتهم كده انت حليت المثلث. تعالى معانا يا جماعه كده في اول سؤال، وده يا جماعه بقى يرجع لنقطه ايه؟ قلت لك بنستخدم امتى قانون جيب الزاويه او الجاب. قلنا يا مستر لو معانا زاويتين وضلع، ايوه، او لو معايا ضلع وجا الزاويه اللي في وشه كنا بنقول الف شرط على جا الف، صح؟ تمام. كنا بنستخدم امتى قانون جيب تمام الزاويه يعني الجتا؟ قلنا في حالتين برضو، لو معايا الثلاث اضلاع فهستخدم قانون الجتا عشان اجيب الزوايا، لو معايا الضلعين والزاويه اللي ما بينهم فهستخدم قانون الضلع بتاع الجتا زي ما احنا شفنا. تمام. تعالى كده نبص احنا معانا ايه. قال لك حل المثلث اللي اسمه ا ب ج. حاضر يا عم، مديك زاويه ا وزاويه ب ومديك ا شرطه. يعني دلوقتي يا مستر معايا زاويتين وضلع، يبقى قانون الجيب، جيب مش عارف بقي بيعصلك ليه، بس قانون الجيب يعني قانون الجا. فاروح اكتب القانون يا جماعه، هقول له ا شرطه على جا ا هيساوي ب شرطه على جا ب هيساوي ج شرطه على جا ج، صح؟ تعال نشوف كده ايه الحاجات اللي معايا. بص، هو مديني زاويه ا، زاويه ا ب 36 ومديني زاويه ب 48. وخلي بالك انا هعرف اجيب زاويه ج، لو هتعرف تجيبها من غير قوانين روح هاتها. زاويه ج يا جماعه ما دام بما ان ده مثلث يبقى 180 ناقص الزاويتين التانيين اللي هم ال 36 وال 48. فاقدر اقول له 180 ناقص 36 زائد 48 36 زائد 48 كده 70 و6 و8 14 يبقى 84. ف 180 ناقص 84 يعني 96 درجه. والله العظيم انا ما واثق اللي انا بقوله ده صح ولا غلط، لان انا بحسب وانا نايم. انا نايم دلوقتي اكلينيكيا، انا نايم. 180 ناقص 36 زائد 48، شاهد مدرس رياضه بيحسب الكلام ده على الاله. 96 ما علينا، ما تزيدش فيها، طلعت صح اهي. يبقى زاويه ج ب 96 يبقى على جا 96. ماشي. جه قال لك ان الالف شرطه ب 8، فاقدر اشيل الالف شرطه ده كام يا جماعه واحط مكانها 8. جبت الثلاث زوايا. ايوه يا معاك زاويه ا وزاويه ب ومعاك زاويه ج لسه جايبها بكام؟ ب 96. ناقص لك الثلاث اضلاع. لا يا جدع ده انت معاك ضلع، ناقص لك الضلعين تعرف تجيبهم من قانون الجاب. فاقدر اقول له ان الالف ب شرطه ده عباره عن ابو عينين على ابو عين واحده، يعني الب شرطه عباره عن 8 جا 48. امسح 8 جا 48 ابو عينين على ابو عين واحده يعني على جا 36. اقدر اقول له ج شرطه هتساوي ايوه ابو عينين يعني 8 في جا 96 على ابو عين واحده 8 في جا 96 على جا 36. ماشي. فاقدر اجيب البي شرطه والجيم شرطه على الاله. البي شرطه يا حبيبي عباره عن ايه؟ 8 في جا 48 على الجا 36. الكلام ده يساوي كام؟ 10 و11. يبقى اقول له بي شرطه عباره عن ايه؟ 10 علامه 11 من 100 يعني سنتي. سيبها كده عشان ده سؤال مقالي يعني. تمام. تعال نجيب الجيم شرطه بالمره. الجيم شرطه يلا هي باينه اهي. 8 في جا 96 على جا 36. اشوف الكلام ده بيساوي كام؟ قال لي 13 علامه 53. يبقى الجيم شرطه عباره عن 13 علامه 53 سنتيمتر. اسيبها كده برضو يا جماعه تحسبا لاي حاجه عشان ده مقالي. معايا 1 2 3 الثلاث اضلاع، معايا 1 2 3 الثلاث زوايا. كده انا عملت ايه؟ عملت حاجه اسمها حل المثلث، يعني حليت المثلث. تعال نخش على السؤال اللي بعديه. هي معايا ايه يا جماعه؟ معايا الف شرطه ب شرطه وقياس زاويه ج. يلا انت معاك الف شرطه وب شرطه، الحرف الناقص ج يعني معاك الزاويه اللي ما بينهم اسمها ج. اروح استخدم قانون الجتا. كنا بنجيب الضلع الثالث، افكرك يا مستر الضلع الثالث اللي هو الجيم شرطه. ما انا معايا الالف شرطه ومعايا الب شرطه، ناقص لي الجيم شرطه. هقول له الجيم شرطه تربيع عشان ده قانون الجتا، زائد ناقص 2 جيم شرطه يبقى ده الف شرطه وب شرطه، يبقى ب شرطه اللي هي الالف شرطه دي قصدي تربيع 11 تربيع زائد 5 تربيع ناقص 2 في الاول في الثاني جتا الزاويه اللي اسمها ج عشان انا بجيب الضلع اللي اسمه ج شرطه. يبقى جتا ج يبقى اقول له جتا كام يا جماعه؟ 40. فاقدر اجيب ج شرطه لو انا شلت التربيع وركبت الجذر الناحيه الثانيه. فاقدر اقول له ان الج شرطه هتساوي، اجيب الاله بتاعتي هات كده، اعمل ايه يا جماعه؟ اعمل جذر، اقول له 11 تربيع زائد 5 تربيع ناقص 2 في 11 في 5 في جتا 40.
اقفل كده وادوس يساوي، هيطلع معايا السبعه علامه 8 يعني 85 من 100. 7 و85 من 100. انا هسيبها كده الصراحه، اقول له سنتي ليه؟ عشان اضمن اللي جاي قريب من الارقام الصح. حلو، فكده معايا الجيم شرطه والالف شرطه هو مديهاني ب 11 صح؟ والبي شرطه هو مديهاني بخمسه صح؟ تمام. ومعاك الزاويه اللي اسمها جيم، قياس الزاويه اللي اسمها جيم، هو اصلا مديها لك بكام يا عم؟ ب 40. حلو. انت اصلا لو معاك ضلعين وزاويه مش ما بينهم، او معاك ضلعين وزاويه ما بينهم يا جماعه، معاك بص انت ممكن تكمل قانون الجتا عشان تجيب الزاويتين الناقصين اللي هو الالف والب، او ممكن استسكن. انا عندي قانون الجيب اسهل اللي هو جيب الزاويه، فاقول له ايه؟ الف شرطه بكام؟ ب 11 على جا الف هيساوي ب شرطه اللي هي 5 على جا ب هيساوي ج شرطه اللي انا لسه جايبها 7 علامه 85 على جا ج اللي هي جا 40. فاقدر اجيب الجا الف ازاي؟ ابو عينين على ابو عين واحد، يعني الجا الف هتساوي ابو عينين يعني 11 جا 40 على ابو عين واحده يعني 7 علامه 85. ماشي. واقدر اجيب الجابه ابو عينين على ابو عين واحده برضه، فاقدر اقول له ان الجابه هتساوي ابو عينين يعني 5 جا 40 اهو على ابو عين واحده يعني 7 علامه 85. وهنا يا جماعه انا عايز الزوايا مش عايز الجا، فلو عايز الزاويه اضغط شيفت، لو عايز الزاويه اضغط شيفت ساين الكلام ده، شيفت ساين الكلام ده هيطلع لك زاويه الف وزاويه ب. مستحرم اسيبها لك كده والله. تعال شيفت بس الآلة ايه؟ شيفت ساين، اعمل ايه هنا؟ امسح 11 جا، لا اله الا الله. ماشي ارجع، الآلة فصلت انا عارف. شيفت ساين، اعمل شرطة كسر 11 جا 40 على انزل بس معلش كده اقفل القوس، 11 جا 40 على 7 علامة 8 5، اجي كده اقفل القوس ادوس يساوي، هيطلع معايا 64 و25 من 100. دي درجه يا جماعه. يبقى اقول له قياس زاويه الف 64، هي طلعت 64 ولا نسيت؟ 64 و25 من 100. عايز تعملها بالدرجات والدقايق والثواني عيش، بس الاثنين صح يعني. كده جبت قياس الزاويه الف. قياس الزاويه ب بنفس الطريقه. ارجع هنا بس الفكره معايا في ايه؟ 5 جا 40. 5 جا 40 يبقى اطلع كده اقول له ال 11 دي هتبقى 5. 5 جا 40 على 7 علامه 85. ادوس يساوي يطلع معايا 24 و16. 24 و16 يعني قياس زاويه ب هتساوي 24 درجه و16 من 100. تمام. ممكن اعملها درجات ودقائق وثواني يستحسن، بس هي درجات برضو كده تتحسب صح. كده انا جبت الثلاث زوايا وثلاث اضلاع، كده حليت المثلث. تعال نخش على السؤال ده. بيقول لي ايه؟ حل المثلث اللي اسمه ا ب ج اللي فيه ا شرطه ب5 وب شرطه ب شرطه بتساوي 2 ج شرطه بتساوي 8. يعني معايا ب شرطه ب شرطه هتساوي 8 والالف شرطه هو مداني ب5 والاثنين ج شرطه ب8 على الاثنين على الاثنين، فدول طاروا مع بعض يبقى الجيم شرطه هتساوي 8 على الاثنين ب4. يلا ما هو قال لك ان الب شرطه هي الاثنين ج شرطه هي ال8، يبقى الب شرطه ب8 والاثنين ج شرطه ب8 على الاثنين على الاثنين يعني الجيم شرطه ب4. يا جدع معاك الثلاث اضلاع، روح استخدم قانون الجتا، فاقدر اروح اجيب جتا الف. انا هجيب معاك جتا الف فيبقى معاك زاويه، استخدم قانون جيب الزاويه زي ما احنا استخدمناها فوق. فانا اروح اجيب جتا الف، اقول له جتا الف زائد ناقص على الاثنين، الحرفين الناقصين ب شرطه وج شرطه. ب شرطه يعني 8 تربيع، ج شرطه يعني 4 تربيع، ناقص الف شرطه يعني 5 تربيع على الاثنين في الاول في الثاني. وقلت لك لو عايز الزاويه اضغط شيفت، يبقى اجيب الاله كده واقول له يا جماعه شيفت كوزاين، اعمل شرطه كسر 8 تربيع زائد 4 تربيع ناقص 5 تربيع على الاثنين في 8 في 4، اقفل القوس ادوس يساوي 30 درجه 75 من 100 يعني قياس زاويه الف ماشي 30 درجه 75. والله انا بقيت انسى 75. دي قياس زاويه الف. اروح اكتب قانون جيب الزاويه الف شرطه على جا الف هيساوي ب شرطه على جا ب هيساوي ج شرطه على جا ج. انت معاك يا جماعه الثلاث اضلاع ومعاك زاويه، تعرف تجيب زاويه كمان فتعرف تجيب الزاويه الثالثه والدنيا جميله كده. حليت المثلث كده يا جماعه، نقدر نقول انتهت بحمد الله
فرع حساب المثلثات من الاول للاخر، حل وشرح وكل حاجه. ده انت لسه ده جزء الشرح، لسه في جزء حل على حساب المثلثات تاني، ولسه في ليله امتحان. حبيبي عيش واستمتع معانا الترم ده، اللي مش هيقفل والله يبقى بيستهبل. انت معاك كل حاجه موجوده على اليوتيوب. طبعا القلب ده ليكو، وجدع جدا اللي انت ايه يعني قعدت معايا كل ده بالوضع اللي احنا فيه ده. عايز اقول على حاجه، كنت كده عسل قوي. نصغرها بس عشان تبان. ايوه كده عسل قوي. والله كده عسل قوي بالنسبه لحساب المثلثات. عايزين برضو كده عسل قوي بالنسبه لباقي الفروع. فان شاء الله انتظروا معانا باقي الفيديوهات وهو شرح بقيه الفروع. طبعا يا شباب لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تبعت الفيديو ده لزمايلك عشان كله يستفاد. وطبعا ما تنساش تعمل ايه، سبسكرايب ولايك وكومنت، تورينا قول لنا ايه الدنيا معاك. وطبعا قول لنا لو في حاجه محتاج تفهمها اكتر نحاول ننزلها في فيديو تاني لو قدرنا. بالتوفيق ليكم يا شباب. ربنا معاكم يا ابطال. يلا سلام.